السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهلال السعودي يفجر مفاجأة عالمية، يهزم مان سيتي 4-3. الحقيقة أكبر إنجاز عربي وإفريقي وآسيوي في البطولة لغاية دلوقتي. مفيش واحد على الكوكب يقدر يقول لي إنه توقع إن الهلال يفوز. كل التوقعات اللي ظهرت في آخر 3 أيام، كل التوقعات 3-0 4-0 2-1 3-1، مفيش واحد للأسف. حتى الهلاليين أملهم كانت أمنيات في الفوز، ولكن الهلال يصنع المستحيل. أول فوز لفريق آسيوي وعربي وأفريقي بسكور كبير. أكبر أهداف في مان سيتي يا إخوان مش رقم طبيعي، وإن المباراة تكون راحة وجاية بعد أول هدف أحرزه مان سيتي. الناس اعتقدت إن الهلال هينهار، لكن الواقع إن بعد الشوط الأول الهلال ظهر على المستوى الرائع اللي احنا شفناه. المدرب انزاجي قدر إنه يلم الفريق تاني، وإنه مفيش مستحيل، وإنه لا نقدر نرجع ونقدر نحقق مفاجأة. الجميل في المباراة انك ما تخافش من المنافس مهما كان المنافس. انت بتلعب بروح الفريق، روح الفانيلا، بتلعب وبتطلع كل الطاقة اللي عندك سكواد قوي، عندك طاقة ورغبة وإرادة للفوز، تقدر تطلعها لما تنتج، لما تلعب، لما يبان مستواك الحقيقي، لما تلعب بالزون ديفنس وعلى الهجمات المرتده، لما تلعب على التحولات والهجمات المرتده، لما تحاول ان انت تشغل الاجنحه والعمق بالنسبه لك وتجيب منه اهداف. ده اللي حصل في الشوط الثاني بعد تغيير الخطه، وبعد ما قدرنا نلم نفسنا كفريق هلال ازاي نرد على المان سيتي، وازاي ان احنا نكسر غرورهم وامنيتهم ان هم لا ده هم ممكن يفوزوا عادي 4 و5. فوزهم على يوفنتوس اعطاهم طاقه من الغرور والتكبر، خلتهم منزلين الماتش ان هم مين الهلال ده. لكن للاسف طلع الهلال هلال رمضان عليهم، وكان عيد على كل العرب وعلى كل الاسيويين والسعوديين. بصراحه حاجه تشرف، فرح كبير، انجاز كبير، انجاز للتجربه السعوديه، تجربه دوري المحترفين، وتدخل ناس محترفين عندك وتخلي الدوري بتاعك يجذب اللعيبه الكبيره بارقام كبيره، وتحاول انت تخش تنافس على الدوريات الكبرى بالنجوم اللي عندك. لا، ده اكبر اعلان عن نجاح التجربه، ان فريق سعودي واسيوي يهزم فريق اوروبي بسكواد كبير. يعني كان اخر 4 سنين او 5 سنين بطل الدوري الانجليزي، وكان بطل دوري الابطال، والسكواد اللي فيه واللاعيبه اللي فيه، لا مفيش خيال يوديك ان انت تعمل معاه حاجه. ولكن كانت المفاجاه اللي فرحتنا الفجر لغايتنا نتنطط من الفرح، لانه فريق بيمثلنا، فريق بيمثل العرب وبيمثل كل اخواننا السعوديين اللي احنا بنفرح بيهم الهلاليين. وبنخش في مقارنات، طبعا ده ما يقللش من الانجاز الكبير، بس ندخل بقى الحته المحليه بتاعتنا وندخل في مقارنات. ماذا لو الاهلي اللي حقق الانجاز، وليه الاهلي ما حققش نفس الانجاز؟ حقيقي مش عارف لازمتها ايه المقارنه، الا اذا كانت نوع من المكايده او نوع من التحليل الكروي. لو حاولنا احنا نناقشها كتحليل، ليه ده نجح في انه يصعد سيتي 4-3 والاهلي كان ممكن يصعد بورتو 4-3 لولا الهدف الاخير اللي جه في اخر 10 دقائق ودمر النتيجه. كان الانجاز هنا والانجاز هنا قريبين من بعض، وكان في هنا ميزات قدر يستفيد منها الهلال، وهنا اخطاء قدر يرتكبها الاهلي ويضيع الفرصه بالنسبه له. واعتقد ان هي واحده، يعني ميزات الهلال انه شغال على التحولات الرياضيه وعلى انه يحاول ان هو يشتغل على المرتدات، لكن الناحيه بتاعته قويه، العمق بتاعه قوي، الخطوط الدفاع والوسط والهجوم بتاعه قوي، وبالتالي لما بيرجع ويعمل زوم ديفنس بيقفل قفل كويس رغم، ولو ما كانش قفل كويس كانت هتبقى مشكله كبيره، لان النجوم سيتي بتجيب الهدف من ربع فرصه. شفنا اهداف السيتي اهداف من ربع فرصه، في جزء من الثانيه بتلاقي الكره في مسجله هدف في المرمى بتاعك. ياسين بونو حقق انجاز كبير جدا مع الهلال النهارده، وكان واقف زي الاسد
السد عالي، وكان من اسباب زي ما قلنا قبل كده حارس المرمى هو نص الفريق يا اخوانا. الفريق بيحارب عشان يجيب جون، والحارس بيحارب عشان ما يخشش فيه جون ويضيع تعب زمايله. ياسين بونو قدم صورة رائعة وراقية للحارس المتحمل للمسؤولية ومشارك في إنجاز فريقه. كل الناس وكل المواقع دلوقتي بتتكلم على ياسين بونو إزاي إنه قدر يكون سد عالي، وإنه يحافظ على الإنجاز ده، وإنه ما ينهارش. 4 أشواط مهلكة، 4 أشواط مهلكة للاعيبة للاثنين، وبدأت تتساقط اللياقة البدنية في الشوط الرابع. ورغم ذلك يعني كنت أخشى ما أخشاه، ومعانا المعلق الكبير مدحت شلبي، في انهيار اللياقة البدنية لفريق الهلال في الشوط الرابع، وإنه يجي التعادل وتضيع الفرحة بتاعتنا. لكن الحمد لله الفرحة استمرت لغاية صفارة النهاية، وكان الإنجاز الكبير اللي حصل. الهلال عمل الإنجاز ده لازم نشجعه، ولازم نفرح له ونفرح بيه، لأنه بيمثل العرب، وبيمثل كل إخواننا السعوديين والهلاليين أن يتشرفوا به. الهلال تعادل مع الريال، تعادل مع ريد بول سالزبورغ، تعادل مع باتشوكا، وفاز على المان سيتي في ال16. وإن شاء الله يوم الجمعة الجاي يفوز على فلومينينسي بنفس الأداء الرائع دوت، ويشرفنا، ويبقى أول فريق عربي وآسيوي يوصل لدور ال4، وهيبقى إنجاز رائع. ولكن الغرور نبعد عن الغرور وننسى الماتش ده نهائي، نشتغل على الماتش اللي جاي، فرصة ذهبية. فلومينينسي مش قوي، فلومينينسي لعب قدام الانتر في مفاجأة برضه عظيمة وكبيرة. الاثنين مرشحين للصعود المربع الذهبي، الانتر وصيف دوري ابطال اوروبا ومان سيتي، والاثنين جايين طبعا يشرفوا النادي، وجاي عشان الفلوس وعشان يشرفوا، وانجاز ليهم برضه ان كل واحد فيهم يبقى اول بطل كاس العالم للانديه بالشكل الجديد. الاثنين طلعوا على فريقين من قارتين مختلفتين. الهلال العظيم من اسيا اخرج مان سيتي، وفلومينينسي برازيلي اخرج انتر في انجاز كبير جدا. والاثنين عجبوني لانهم الاثنين كل واحد فيهم سواء الهلال او فلومينسي عارف مستواه وعارف السكواد بتاع الانتر وبتاع المان، ولكن لعب على انه يحاول يلعب على الهجمات المرتده والزوم ديفنس، وما يجريهمش في الماتش المفتوح، لانه عارف انه كده مش هيجريهم لا في اللياقه ولا في السكواد ولا في الفرص. وزي ما قلت لك من ربع فرصه بيجيبوا، فلومينسي يجيب الجول ويقفل في ملعبه، زوم ديفنس يقفل الدنيا ويلعب على هجمه مرتده ويجيب الجول ويرجع يقفل. انا كنت اتوقع ان الاهلي لو لعب بالشكل ده وما استهلكش طاقته في الشوط الاول من كل ماتش، وجاي انهار في لياقته في الشوط الثاني، واصبح سهل جدا انك تراوده وانك تغلبه وانك تتغلب عليه بعد انهيار اللياقه ديت. لو الاهلي لعب بطريقه التحولات والهجمات المرتده والزوم ديفنس نفس الفكره اللي لعب بيها فلومينينسي او لعب بيها الهلال او حتى بالمرس برضه، حتى رغم عارف امكانياته والسكواد بتاعه، لكن لما بيجي يلعب قدام فريق اوروبي برضه بيحترمه وما بيجريهوش في المباراه المفتوحه، لان برضه فرق المهارات والسرعات والسكواد اعلى، فبالتالي انت بتلعب على قدراتك ايه؟ انك تعتمد على الهجمات المرتده. في الحاله دي بتقدر تنجز وبتفوز وبتعدي، ومحسوب لك الفوز مهما كان الفريق اللي قدامك، لانك سيسته وراودته وغلبته. ان شاء الله يوم الجمعه الهلال يشرفنا ويفوز على فلومينسي ويبقى وصل للمربع الذهبي، وده الانجاز الاكبر والتاريخي. ما نضمنش ممكن يوصل للنهائي ويفرحنا، ولكن الغرور يا شباب، نحذر من الغرور ممكن يضيعنا. ننسى خالص ده، نركنه على جنب، نفتح صفحه جديده ونستعد وندرس الفريق ده كويس عشان نحقق انجاز اكبر يشرف السعوديه، يشرف الهلاليين، يشرف العرب، لان احنا نستحق لما حد يتعب ويعمل انجاز نحن نفرح له ونشجع له، لانه بيمثلنا. نسيب بقى فكره بقى الغيره الكرويه، خلاص مفيش مجال للمنافسه. واحد دلوقتي اللي موجود في الساحه وكلنا معاه، نحاول ان احنا نفرح بيه ونحاول ان احنا نشجعه. وكان بعض المواقف اللي بتحصل في قناه سعوديه لما المذيع بيسال المناقد صحفي معاه، لما المذيع بيسال الناقد صاحب معاه بعد الشوط الاولاني ايه رايك في، قال له بصراحه اداء
الهلال غير مقنع المره، حتى في ماتش ريال مدريد اللي هم كانوا فرحانين بيه جدا على التعادل برضه كان غير مقنع بصراحه. وانا مش عارف الهلال مشتت واداؤه مش طبيعي، حتى الجون اللي جه كان غير شرعي، بس بصراحه مش ده اللي استغربت. انا استغربت بصراحه. المهم انتظرت شوف تعليقه بعد نهايه المباراه، لقيته قال لا الهلال اتغير وبقى كويس جدا في الشوط الثاني ما شاء الله، والتحولات وقدر ان هو يشغل الاجنحه وقدر. حبيبي، وحاسس ان هو بيتكلم وهو زعلان برضه. ما ينفعش، ما ينفعش حتى لو فريقك مش كويس شجعه في ماتش تاريخي ومباراه مصريه زي ده، تشجعه وتفرح له. لكن انه مش مقنع وبعد كده بقى مقنع وعشان فاز، لا لا لا. ما ننساش كمان انه الفوز ده غير انه فوز تاريخي، انه عمل دعايه للمشروع السعودي دوري المحترفين والرؤيه السعوديه في انه ازاي اعمل دوري محترفين اقدر باستقطاب الاسماء الكبيره، ان اعمل فرق كبيره حتى مهما كان الصرف اللي بيتصرف عليها، بس اقدر اخش في منافسه واصبح دوري من الدوريات القويه. لما فريق رائع زي الهلال يفوز على ممثل اوروبا والكره الانجليزيه مانشستر سيتي، اذا انا قربت، انا وصلت. اوكي انا لعبت بالروح وبالحماسه وبروح الفانيلا وروح الفريق بس ده منعش انك حققت فوز كبير قدرت تعمل لمده سنين قدام. الناس هتتكلم عن الماتش ده وازاي انه فريق سعودي اسيوي قدر يهزم بطل الدوري الانجليزي وبطل اوروبا بالسكواد بتاعه ده. ما ننساش ان مانشستر سيتي كان جاي يفوز بالبطوله، كان جاي مجهز نفسه وعايز ياخد الجائزه الكبرى للبطوله كاسم للبطوله وكمبلغ للبطوله، وده هيساعد كتير في تاريخه. طبعا قلنا قبل كده المفاجاه الثانيه موضوع خروج انتر، مين دلوقتي من المنافسين كاسماء كبيره ان هي ازاي تخرج من البطوله ديت وتاثر على المستوى. باقي لك دلوقتي عندك بروسيا دورتموند، وعندك طبعا المرشح الاول باريس سان جيرمان وريال مدريد اللي لسه باقيين كاسماء بتنافس على البطوله. هل الهلال يخش معاهم في المربع الذهبي ويتكتب في تاريخه؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله يوم الجمعه الجاي في لقاء فيلمونسي. ما ننساش نقول ان الصحف الانجليزيه اتكلمت وعلقت اكيد على ماتش ازاي ان الهلال يصعق مان سيتي ويهزمه رباعيه كاس العالم، وازاي ان في العالمين الهلال يحرز انتصارا تاريخيا على مان سيتي يمثل الكرة الإنجليزية في كأس العالم. صراحة إشادة كبيرة من الصحف الإنجليزية والصحف العالمية، وهو يستحق فعلا الإشادة لأنه فرح كبير وإنجاز كبير فرحنا كلنا في اللقاء. فجر اليوم كان رائع بصراحة، وعن الكرة السعودية والكرة والهلاليين أن يفخروا بهذا الإنجاز. يلا بينا نستعد نفتح صفحة جديدة وننجز للإنجاز الجديد وننسى كل ده. أتمنى إن إحنا معرفش كعادة كده مع الفرح نبدأ بقى إيه الحماسة تقل ونيجي نبص لنفسنا حاجة من الاتنين، يعني ننهزم يعني ننهزم. فيا ريت إن إحنا ننسى الموضوع ده ونشتغل على إنجاز جديد عشان نفوز وعشان ما ننهارش ونتغر زي ما مان سيتي اتغر بالخمسة اللي جابهم في يوفنتوس وانهار بعدها، وكان داخل الماتش تحس إن فيه نوع من الغرور والتكبر، لكن الهلال ادانا على دماغه وفوقه في ماتش لا ينساه. نصحى ونفوق وننسى ونركز يوم الجمعة الجاي إنجاز تاريخي إن شاء الله. ننتظر جميعا الإنجاز الهلالي يفرح به الهلاليين والسعوديين والعرب جميعا. السلام عليكم.